إلى مدير إدارة كرة القدم بنادي الهلال كابتن سامي الجابر. بداية نتحمد لك على السلامة، ما التقيناك بعد مباراة الأهلي، وبكل تأكيد نبارك لكم هذه 3 نقاط، 41 نقطة. الهلال يغرد بعيدا في الصدارة عن أقرب المنافسين. بدون أدنى شك أنها يعني 3 نقاط من فم الليث أو الأسد، وأنه تعرف الشباب فريق قوي رغم ما مر فيه من ظروف، إلى أنه أثبتنا أن احنا السياسة اللي احنا اتخذناها في أنه اللاعبين اللي احنا عديناهم سواء في بداية الموسم أو في التوقف في دورة الخليج أو في التوقف في كأس آسيا من خلال معسكر قطر ودبي، قدرنا أن احنا نعتمد على أكثر من لاعبين ونجهز أكثر من لاعب، أكثر من 22 لاعب بالتحديد، وهذا أعطى ثمار. إذا ما علمنا أن الهلال قدم في هذا الموسم يناديكم الله، إذا ما علمنا أن الهلال قدم في هذا الموسم وجوه جديدة، لم يقدم أي نادي حتى الآن وجوه مثل ما قدم الهلال، وهذا حقيقة يعتبر مكسب للهلال والكرة السعودية. لكن أتمنى إن شاء الله أن هؤلاء النجوم أنهم يستمرون على الانضباط وعلى المواصلة في الأداء الجدي، وهذا شيء الحمد لله نلمسه، ولكن نتمنى الاستمرار أكثر. سياسة المباراة اليوم الحصول على هدف مبكر، الاعتماد على الهجمات المرتدة، ما الذي فرضها؟ غياب بعض النجوم، عدم مثلا فرض ضغط أكبر على هؤلاء اللاعبين الشباب الذين يشاركون لربما في مباراة قوية للمرة الأولى. نتحدث عن محمد القرني، عن نجوم كثر برزوا في هذه المباراة. صحيح، لا السياسة كانت اللعب ككتلة واحدة. لازم أنت تعرف احنا في نادي سياستنا في نادي الهلال لا نعتمد على اسم معين أو على لاعب معين، إذا غاب لاعب اختل الفريق، لا سياستنا أن احنا نعتمد كمجموعة، وهذا السيد كالديرون عمد أنه يطبق هذا الشيء منذ وجوده المرة الأولى في نادي الهلال، سواء من كان عن طريق المحاضرات أو عن طريق التدريب. على العموم أنه اليوم زي ما أنت تفضلت كان أداء يعني تقريبا أغلب اللاعبين كان أدائهم ثابت خلال 90 دقيقة، وهذا أعطى مؤشر كبير أنه الهلال قادر أنه يسيطر على المباراة. لكن نحن تسجيلنا هدف مبكر ساعدنا كثير، لكن رغبتنا على ال3 نقاط لأن احنا نلعب اليوم نهائي، يعني الشباب يسعى للتعطيل بينما احنا نبحث على النهائي اللي يعطينا 3 نقاط، الفرق 8 عن الثاني و10 عن الثالث، وهذا ما عمدنا له والحمد لله تم لنا هذا الشيء. أتمنى أنه إن شاء الله نتواصل على هذا الشيء، لأنه يعني فوزنا اليوم وخسارتنا مع الفتح ما راح تكون مع يعني ما كنا سوينا شيء مباراة اليوم، لذلك ندخل النهائي أمام الفتح ونعتقد أنه راح يكون صعب جدا أيضا. ألف مبروك. شكرا. شكرا للكابتن سامي.